كانت ليلة جمعة باردة، والشوارع المحيطة بالبنك المركزي تخلو تدريجيا من المارة. حراس الأمن في الداخل يتبادلون الأحاديث الروتينية، غير مدركين أنهم مراقبون من خلف الشاشات. داخل الخزنة الرئيسية كانت رزم الدولارات مكدسة بانتظام، تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليون دولار. الساعة تشير إلى 11 ليلا. فجأة انطفأت أنوار الشوارع المحيطة بالبنك بالكامل. في قبو مبنى مجاور كان هناك 5 رجال يرتدون ملابس سوداء يضعون اللمسات الأخيرة على الخطة. لم يكسروا الباب ولم يطلقوا رصاصة واحدة. كانت الأسلحة هذه المرة هي أجهزة حاسوب وخرائط سرية. القائد الملقب بالمهندس أصدر أمره: ابدأوا عملية الاختراق الرقمي الآن. تعطيل كاميرات المراقبة تم في أقل من 20 ثانية، مع إبقاء صور ثابتة توحي بأن كل شيء طبيعي. الحراس في غرفة المراقبة كانوا يشاهدون صورا مسجلة، بينما كان اللصوص يتحركون في الواقع. تم فتح البوابة الإلكترونية الأولى باستخدام رمز مشفر تم تسريبه من شخص بالداخل. نزل اللصوص إلى ممرات التهوية، يتحركون كالأشباح بدقة متناهية. وصلوا إلى جدار الخزنة الخلفي، وهو أضعف نقطة في البناء المعقد. استخدموا تقنية القطع بالليزر الصامت، وهي تكنولوجيا لم تكن معروفة للشرطة حينها. استغرق اختراق الجدار 3 ساعات من العمل المتواصل تحت ضغط التوتر. في تمام 2 صباحا سقطت الكتلة الخرسانية الأخيرة. الطريق نحو 30 مليونا أصبح مفتوحا. الرائحة داخل الخزنة كانت مزيجا من الحبر والورق القديم والبرودة القاسية. لم يندهشوا من المنظر، فكل ثانية كانت محسوبة بالذهب. بدأوا في ملء حقائب مخصصة مصممة لتوزيع الوزن بحيث لا تعيق حركتهم. المهندس كان يراقب الوقت عبر ساعة رقمية متصلة بنظام الإنذار الاحتياطي. فجأة دوى صوت طنين خفيف في أذن المهندس. الإنذار الصامت قد يتفعل في أي لحظة. أسرعوا! صرخ المهندس بصوت خافت عبر اللاسلكي. تم نقل 150 حقيبة مليئة بالنقود عبر النفق الضيق الذي حفروه لأسابيع. في الخارج كانت شاحنة لجمع القمامة تنتظر، وهي التمويه المثالي في ذلك الوقت. تم تحميل الأموال في تجويف سري داخل الشاحنة. غادر اللصوص البنك قبل الفجر ب30 دقيقة فقط. الساعة 4 صباحا تم تفعيل نظام الإنذار الاحتياطي تلقائيا، لكن اللصوص كانوا قد عبروا حدود المدينة. وصلت أول دورية شرطة بعد 10 دقائق لتجد الأبواب مغلقة والحراس نائمون بسبب غاز منوم ضخ في التهوية. عندما فتح مدير البنك الخزنة في الصباح سقط مغشيا عليه من الصدمة. الخزنة كانت فارغة تماما، باستثناء ورقة صغيرة مكتوب عليها: شكرا على الاستضافة. بدأت أكبر عملية مطاردة في تاريخ البلاد، لكن لا خيوط، لا بصمات، ولا شهود. المحقق كولتر يتسلم القضية، وهو مشهور بلقب كلب الصيد. اكتشاف النفق المحفور بدقة هندسية مذهلة تحت المبنى. المبنى المجاور كان مستأجرا قبل 6 أشهر من شركة وهمية لصيانة الأنابيب. الشرطة تجد بدلات العمل والخرائط، لكن كل شيء نظيف من البصمات الوراثية. ظهور أول مشتبه به، موظف تقني في البنك، اختفى في نفس الليلة. العثور على جثة الموظف التقني في غابة بعيدة بعد أسبوع. لقد تم الغدر به. المحقق يدرك أن العصابة محترفة لدرجة تصفية أفرادها لضمان الصمت. تتبع الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية لتظهر أول ورقة في ماكاو بالصين. كيف وصلت الأموال إلى هناك بهذه السرعة؟ اكتشاف أن العصابة استخدمت طائرات خاصة صغيرة لتهريب النقود خارج البلاد في ليلة السرقة. بدأ المحقق كولتر في تتبع الخيوط في محاولة للقبض على العصابة. الحاسوب المحمول الخاص بالموظف التقني كان المفتاح لفك بعض الألغاز، لكن المهندس كان دائما بخطوة سابقة. بعد عامين من البحث يكتشف المحقق كولتر حسابا بنكيا في سويسرا باسم مستعار. صاحب الحساب ليس لصا، بل هو نائب مدير البنك نفسه. السرقة لم تكن اختراقا خارجيا فحسب، بل كانت عملا داخليا بامتياز. المهندس كان في الحقيقة ضابطا سابقا في الاستخبارات. الأموال لم تكن 30 مليونا، بل كان هناك مبالغ غير مسجلة تابعة لسياسيين فاسدين، وهذا هو السبب في أن البنك لم يبلغ عن كل التفاصيل في البداية.
الضغوط تمارس على المحقق كولتر لإغلاق القضية. كولتر يرفض ويستمر في تتبع المهندس إلى جزر الكاريبي. مطاردات دولية، صفقات سرية، ومحاولات اغتيال للمحقق. يصل كولتر إلى المهندس في فيلا معزولة. المهندس يبتسم ويقول: لقد تأخرت كثيرا، الأموال لم تعد موجودة. الأموال تم تحويلها إلى عملات رقمية وذهب يصعب تتبعه. يكتشف كولتر أن جزءا كبيرا من المال ذهب لتمويل ثورة في دولة أخرى. يتم القبض على المهندس، لكنه يرفض الاعتراف بمكان بقية العصابة. المحكمة تصدر حكما بالسجن المؤبد، لكن الغموض يظل قائما. أين 20 مليون المتبقية؟ لم يعثر عليها أحد حتى اليوم. يقال أن هناك خليطة مشفرة تركتها العصابة لمن يستطيع فك اللغز. يتقاعد كولتر، لكنه يقضي أيامه في النظر إلى صورة النفق متسائلا: من كان العقل الحقيقي؟ تظل سرقة 30 مليونا اللغز الذي يدرس في أكاديميات الشرطة كأذكى جريمة في العصر المحديث.